ليه برغم كل نجاحك إحساسك بالإنجاز بيكون مؤقت أو ضعيف؟ في الغالب ده بيكون سبب من 6 أسباب قوية. أولها النقد الداخلي العالي، وده صوت جواك بيقيم ويحكم عليك جملته المفضلة: أنت مش كفاية، كان لازم تتعمل أحسن، الناس أحسن منك. ودي نسخة من كلام اتسمع في الطفولة من أب ناقد أو أم شديدة أو معلم محبط، وده صوت بتفضل تقيس بيه نفسك حتى لما تكبر ويسرق أي فرحة لأي إنجاز. السبب التاني السعي للكمال، ودي استراتيجية بتسكت بيها صوت النقد الداخلي بفكرة أنا لو بقيت كامل الصوت ده هيسكت. فلو حققت 90% نجاح عينك رايحة على 10% اللي ناقصة، دايما شايف كان ممكن أكون أفضل. ده مش طموح، ده جلد ذات، وغالبا جذوره كانت بسبب وجودك في بيت الحب بيجي فيه بعد التفوق، النقد حاضر قبل الاحتواء، فأي نجاح بالنسبة لك كان فيه أحسن منه. شعورك بالإنجاز عمره ما بيجي، وإن جه بيجي ناقص. المفارقة هنا بقى إن الكمالية بتغذي النقد الداخلي أكتر، لأنك بتحط معيار مستحيل توصل له، لأن الكمال لله وحده. فتلاقي نفسك ما وصلتش، فالصوت يرجع يشتغل أعلى، فيقتل أي سعادة لأي إحساس بالنجاح. السبب الثالث التقدير المشروط في الطفولة. لما تقديرك وانت صغير كان مربوط بدرجاتك، التزامك، صورتك اللي لازم تكون مثالية مقارنة بأقرنائك، فمخك هنا بيكتب رسالة واحدة: إن نجاحي وسيلة أثبت بيها نفسي، لكن لسه أنا مش مقتنع بقيمتي، فدور على نجاح تاني عشان أثبت إن أنا هنا. البحث الدائم على التقدير كفيل يهد أي إحساس بالإنجاز. السبب الرابع ربط الهوية بالأداء، ودي نقطة خطيرة جدا. في فرق ما بين أنا عملت حاجة غلط وأنا غلط. لو اتربيت إن أي تصرف غلط تعمله يعني قيمتك قليلة، هتكبر شايف نفسك مشروع لازم ينجح طول الوقت عشان يثبت إن هو ذو قيمة. هتلاقي إن الانتقاد ولحظات الفشل الطبيعية اللي بيمر بيها أي إنسان بتهزك بالكامل، بتخلق حاجة اسمها متلازمة المحتال، ودي ظاهرة نفسية بتحس فيها بعدم الاستحقاق برغم نجاحك وكفاءتك. لكن شايف أنا لا أستحق الإنجاز ده، أو أنا مش قد المكان اللي الناس ادتهوني، أو وصلت له بالصدفة والحظ، لكن في ناس تانية أحسن مني. ده مش لأنك مش كفء، لكن لأنك متعود تقيس نفسك بالنتيجة مش بالقيمة الفعلية لمجهودك، وطول ما قيمتك متعلقة بنتيجة توصل لها عمرك ما هترتاح. السبب الخامس المقارنة المزمنة. المقارنة في حد ذاتها مش مشكلة، المشكلة لما تبقى دي الطريقة الوحيدة اللي بتقيس بيها نفسك. لو دماغك متعودة تبص لفوق دايما وتقارن نفسك بالأفضل منك دون احترام الفروق الفردية أو وقت كل واحد منكم، هتعيش إحساس دائم بالنقص. ده مش طموح، ده ضغط نفسي مستمر. الطموح الحقيقي أنت بتشوف أنت قد إيه اتطورت عن زمان، هتزود إيه لنفسك بكرة. السبب السادس والأخير الإنجاز لإرضاء الآخرين. عملت إنجاز عشان ترضي أهلك أو شريك حياتك مش نفسك. هنا سعادتك ما بتكونش في الإنجاز نفسه، هنا سعادتك بتكون في سعادة الشخص اللي عملت له الإنجاز ده. نصيحتي حاول تشيل النضارة الغير رحيمة اللي بتشوف بيها نفسك، لأنها نظرتها مش حقيقية. وإحساسك كل يوم إن أنت اتقدمت عن اليوم اللي بعده ولو بخطوة، ده إحساس بالإنجاز يستحق ترفع لنفسك القبعة عليه. سعادتك مسؤوليتك مش مسؤولية حد تاني، ونفسك تستحق منك التقدير. دمتم في رعاية الله.